بجد دي من اكتر الاكلات والوصفات اللي تقدري تفصلي بيها عن الطبيخ لو انت زهقانة او من اللحمة والفراخ. اذكري الله وصلي على محمد. صينية كاملة متكاملة، فيها نشويات، فيها بروتين، فيها خضار، كاملة مما جميعه تمشي معاكي لغدا النهاردة وللعشاء كمان. اذكروا الله وصلوا على محمد. ومعاكم الشيف هدير، وان شاء الله هقول لكم النهاردة على طريقة للصينية بتاعة العجة المصرية الأصيلة تمشي معاكي في غدا النهاردة. صينية كاملة مكملة مما جميعه، مستوية حلوة جدا، تتاكل جنب بتنجان مخلل. ملحوظة، بتنجان المخلل من أكتر الأكلات أو الحاجات التحبيشات الحرشة اللي تمشي معاكم مع الأكلة دي. اذكروا الله وصلوا على محمد لأن هو ده سر النجاح. ويلا بينا نشوف الطريقة. عندي هنا حوالي نص كيلو من الطماطم، انا في الحقيقة ما استخدمتوش كله، انا شلت منه حوالي طماطمتين. جبت الطماطم وقطعتها كده كأني بقطعها للسلطة على القطاعة، لا هي قطعيات كبيرة ولا هي قطعيات صغيرة، قطعية وسط كده. تمام، ما نقطعش الخضروات صغير عشان ما نفقدش القيمة الغذائية بتاعة الخضار، لازم تكون تقطيعة وسط ترضي جميع الأطراف. تمام، هبدأ ان انا اقطع الطماطم بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. بعد كده عندي حزمة صغيرة من الكزبرة، حزمة صغيرة من البقدونس، حزمة صغيرة من الشبت، يبقى شبت وبقدونس وكزبرة. 3 حزم صغيرين او نص حزمة لو كانت الحزمة كبيرة. ببدأ اقطعهم، اغسلهم كويس واقطعهم بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. وكده الحاجة جاهزة معانا. صينية بقى او طاسة او هوك على النار او اي حاجة، وببدأ اجيب بصلاية كبيرة. تمام، دي مقادير صينية واحدة، دي مقادير صينية وسط اللي انا بكلمكم فيها دلوقتي. الصينية حابة ان انت تكبريها يبقى هتضعف المقدار. تمام كده، ممكن بصلتين متوسطين على حسب حبك للبصل او بصلاية كبيرة. طبعا مع غلو وارتفاع اسعار البصل فبصلاية كبيرة هتكفي. خرطتها على ايدي بالشكل اللي انتوا شايفينه. احط كمية زيت محترمة، نص كوباية زيت. وركزوا معايا جدا في اللي انا بقول لكم عليه. ليه بقى؟ لان انا كأني بعمل كيكة، فالزيت هضيفه مع المكونات دي. حوالي نص كوباية صغيرة من الزيت هنزل بيها على البصل. هبدأ احمر في البصلة تدريجيا بالشكل اللي انتوا هتشوفوه قدامكم ده. هحمر البصلة بتاعتي دي لحد ما تاخد لون. تمام، هوريكم الدرجة اللي هوصلها للون البصل عشان خاطر كل المكونات تبقى ناجحة معانا وتدينا اللون اللي هوريهولكم في الاخر ده. شايفين؟ بس كده. شايفين بقى البصلة ذهبي، عايزة اللون الذهبي للبصلة، لا افتح ولا اغمق. تمام، بعد كده هنزل بالطماطم وهنزل بالخضرة زي ما حضراتكم شايفين. في ناس حابة تضيف فلفل حامي او فلفل رومي، براحتكم. انا ما بحبش الفلفل في الوصفة، انا بحب اعملها زي ما قال الكتاب كده. تمام، في ناس بتحب تفتكس افتكاسات فبتبدأ ان هي تحط فلفل الوان وكلام من ده، انا ما بحبش الكلام ده خالص. اول حاجة بعد ما نزلت بالخضرة والطماطم نزلت بمعلقة صلصة، وبعد كده هحط الملح، وبعد كده هحط الفلفل. والصلصة، معلقة الصلصة اختياري في الوصفة. تمام، ولكن بتعزز عندي لون صينية العجة بتاعتي. هحط فلفل اسود وهحط الملح، وكده انا استكفيت من التوابل. في ناس بتحب تحط كمون، تحب تحط شطة، على حسب الأذواق، ولكن أنا اكتفيت بالملح والفلفل فقط. هسيبهم على النار لحد ما يتسبكوا مع بعض بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها دي. وبعد كده هطفي عليهم وهبردهم خالص. مهم جدا المكونات دي تكون باردة. عندي هنا بقى 6 بيضات يكون حجم كبير، هنزل عليهم بمعلقة من البيكنج باودر، او نحط الكيس كله بتاع البيكنج باودر او كربوناته. تمام، عليها كوباية وربع او كوباية ونص من الدقيق، برضو على حسب انت بتحبيها تقيلة او خفيفة. لو بتحبيها خفيفة هتحطي كوباية وربع من الدقيق. تمام،
دلوقتي بقى هنبدأ نضرب، والضرب عندي ضرب مبرح بالمضرب اليدوي، لان انا عايزة اخد هوا. المكونات بتاعتي دي كلها تبقى هشة ومتهوية واخدة هوا. تمام. ببدأ ان انا اضرب البيض مع الدقيق. لو حسيت ان هي تقيلة زي ما انتوا ما شفتوا بحط مية. بعد كده بقى بروح نازلة بالخليط زي ما حضراتكم شايفين كده اللي احنا عملناه في الطاسة، ونبدأ نقلب من تحت لفوق عشان ما نفرغش الهواء. بس كده. شايفينها سهلة وبسيطة ازاي؟ لكل اللي ما بيعرفش يعملها، دي احلى واسهل وانجح طريقة لصينية العجة. ممكن نستبدل البيكنج باودر بمعلقة صغيرة من الكربوناتو او معلقة صغيرة من البيكنج باودر. تمام. عندي بقى صينية ندهنها سمنة او زبدة او زيت على حسب ما انتوا حابين. هنبدأ ننزل بكل المكونات. فرن سخنة درجة حرارة 180 زي الكيك بالظبط. هندخلها هنختبرها اختبار الكيك لحد ما تستوي وتطلع معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه. بعد ما تبرد نبدأ نقطعها، ناكلها جنب عيش شامي، ناكلها مع عيش بلدي جنبها بتنجان مخلل. قضي يومك صينية كاملة متكاملة، فيها بروتين، فيها نشويات، فيها خضروات. صينية حلوة جدا وطعمها رهيب. يعني عايزة اقول لكم بصوا شايفين لونها من جوه، اللهم بارك يا رب. لو وصلتوا معايا لحد هنا اذكروا الله وصلوا على سيدنا محمد، لان هو ده سر النجاح. وما تنسوش تجربوا الوصفة عشان تفصلي من كتر الاكلات اللي مزهقاكي. طرية جدا وطعمها تحفة. كنتم مع شيف هدير. ما تنسوش الاشتراك. اشوفكم في فيديو جديد.